ازيكم عاملين ايه؟ هنبدأ النهارده في اول فيديو من فيديوهات المراجعة اولى ثانوي الترم التاني على اول وحدة اللي هي الماتريكس. هنلمها كلها في اقل من نص ساعة باذن الله، بس قبل اي حاجة ما تنسوش السبسكرايب. ويلا بينا نبدأ باول درس اللي هو الايكوال ماتريكس. هنبدأ باول سؤال في اول درس على الوحدة الاولى. بيقول ايه بقى؟ مديني ماتريكس ايكوال ماتريكس. تمام، ادي ماتريكس اهي ايكوال ماتريكس دي. طيب معنى ان التو ماتريكس دول ايكوال يبقى ايه؟ يبقى الاولاني ايكوالز الاولاني، ماشي، والتاني ايكوالز ايه؟ التاني. طيب والتالت equals التالت، وايه؟ والرابع equals الرابع. تمام، من كده اعرف اجيب الاكس والواي والزد. طبعا يبقى ال باور 3 equals -1. تمام، يبقى ال بكام؟ كيوبيك روت ايه؟ -1. تمام، اهي كيوبيك روت -1، مش محتاجة اصلا، هتبقى ب1. ادي جبت اول حاجة اللي هي ال. طيب اقدر اجيب الاكس من الاكس minus 5 equals كام؟ 31. طيب يبقى الاكس equals كام؟ 31 اهي. هوديلها النيجاتيف 5 بايه؟ بالبوزيتيف. يبقى 31 بلس 5 هتديني كام؟ هتديني 36. ادي دي تاني حاجة جبتها الاكس. طيب اقدر اجيب الواي من ال 2y equals كام؟ -16. طيب هعمل ايه عشان اجيب الواي؟ هودي ال2 الناحية التانية بايه؟ بالديفايدد، لان هي معمول لها تايمز في الواي، فهوديها الناحية التانية بايه؟ بالديفايدد. يبقى -16. يبقى الواي ايكوال -16 ديفايدد 2 بكام؟ ب-8. تمام، ادي كده جبت تالت حاجة اللي هي عندي ايه؟ الواي. اقدر اجيب الزد -z بلس واي ايكوالز كام؟ هو مديها لي اهي -9. طيب اعمل ايه انا بقى؟ عندي كده 2 unknowns. طب انا عندي واحده unknown انا جبتها هي اللي هي الواي ب-8، يبقى هشيلها واحط مكانها -8. يبقى -z minus 8 equals كام؟ equals -9. تمام. طيب انا عايزه اجيب ايه؟ النيجاتيف زد دي. هعمل ايه بقى؟ هودي -8 الناحيه التانية بايه؟ ببوزيتيف. يبقى equals -9 بلس 8. وديتها الناحية التانية بالبلس لأن هي هنا معمول لها ماينس، هوديها الناحية التانية بالبلس. طيب يبقى نيجاتيف زد هتديني ايه؟ نيجاتيف زد هتديني كام؟ -9 بلس 8 هتديني كام؟ هتديني 1. يبقى نيجاتيف زد ايكوالز كام؟ ايكوالز 1. طب انا عايزه اجيب الزد، هعمل ايه؟ هعمل ديفايدد نيجاتيف، فهشيلها من عند الزد واحطها عند ايه؟ احطها عند ال1. يبقى الزد عندي ب-1. ادي كده جبت كل الانونز اللي عندي. طب هو عايز ايه؟ هو عايز كده واسكت؟ لا، هو عايز اكس بلس واي بلس زد بلس ال. طب هعمل ايه؟ الاكس بكام؟ ب36 بلس الواي بكام؟ ب-8. يبقى هنا ماينس 8. يبقى 36 ماينس 8. والزد عندي بكام؟ الزد ب-1، يبقى هنا ماينس 1. يبقى ال عندي بكام؟ ب1، يبقى هنا هعمل بلس 1. هنحسبها على الكالكوليتور هتديني كام؟ هتديني 28. تمام. تعالي نشوف بقى تاني سؤال على نفس الدرس الايكوال ماتريكس. برضو مديني تو ماتريكس ان هما ايه؟ بينهم ايكوال. تمام، وبيقول لي ان الاكس belongs to 0 degree وايه؟ و90 degree. يبقى هي ما بين الزيرو وال90. تمام، and a b c d equals 1. يعني a times b times c times d equals 1. then x بكام؟ طيب فين ال a وال b وال c؟ اهم a b c d. تمام، وفين الاكس؟ اهي كوزاين اكس. تمام. طب انا هعمل ايه بقى؟ هو مديني ان دول 2 equals matrix، يبقى ايه؟ زي ما كنا متفقين، الاولاني equals الاولاني، تمام، والتاني equals التاني، تمام، والتالت equals التالت، والرابع equals الرابع. طيب معنى كده ايه؟ هكتب اللي انا عملته. يبقى ال A equals 1 minus I. تمام، وال B equals كام؟ 1 plus I. تمام، والسي equals كام؟ اهي كوزاين اكس. اهي السي والكوزاين اكس التالتة مع التالتة. طيب والدي اللي هي الرابعة مع ال1، يبقى الدي equals 1. طيب انا كده جبت الاي والبي والسي والدي. هو بيقول لي هنا ايه بقى استفاد بيه؟ يقول لي ان الاي تايمز البي تايمز السي تايمز الدي equals 1. انا همشي معاه اللي هو قاله. هعوض بالاي. الاي بكام؟ 1 minus I. تمام، والبي ب1 بلس I. تمام، والسي بكوزاين اكس. انا بحطهم between two brackets عشان هما دول multiply في بعض، مش هينفع احط بينهم بلس او ماينس. تمام، عشان هما تايمز.
طيب والدي، الدي بكام؟ ب1 اهي. ايكوالز كام؟ كل ده ايكوالز 1، هو قايل لي اهي ايكوالز 1، هنزله زي ما هو. طيب هبدأ اعمل ايه بقى؟ دول تو براكتس مضروبين في بعض وبينهم ايه؟ opposite signs. تمام، الساين بتاعتهم مختلفة. بعمل ايه؟ كنت بعمل ايه في الحالة دي لو الاتنين مضروبين في بعض هم نفس التو براكتس بس الساين مختلفة؟ كنت بعمل ايه؟ الاولاني في الاولاني 1 times 1 ب1. تمام، و positive times negative بكام؟ بنيجاتيف. والتاني times التاني I multiply I كانت بكام؟ ب I باور 2. I باور 2 دي حاولوا كده تفتكروا عقبال ما اجيلها، عقبال ما اخلص بقيه المساله واجيلها، حاولوا تفتكروا دي كانت بتديني كام. في انا كده خلصت ايه التو براكتس دول. هخش على ايه؟ على الكوزاين اكس. كوزاين اكس هنزلها زي ما هي لان هي مش بتدل على حاجه يعني. طيب وال1 هنزله زي ما هو، وممكن ما ننزلوش لان هو اصلا ملوش فايده. يعني ال1 تايمز اي حاجه هيديني كده كده 1. طيب نيجي بقى ننزل ال1 برضو زي ما هو. نيجي بقى نبص لايه؟ للاي باور 2. اي باور 2 احنا كنا قايلين في الكومبلكس نمبرز كانت بتديني كام؟ نيجاتيف 1. يبقى ماينس، هشيل الاي باور 2 واحط مكانها ايه؟ نيجاتيف 1. الماينس دي انا نزلتها زي ما هي. تمام، والاي باور 2 ادتني نيجاتيف 1، شلتها وحطيت مكانها نيجاتيف 1. طيب في كوزاين اكس equals 1. انا شلت ال1 ده عشان ملوش فايده خلاص، هو 1 تايمز كوزاين اكس هيديني كوزاين اكس. طيب نيجي بقى ايه؟ 1 نيجاتيف في نيجاتيف هتديني كام؟ بوزيتيف. يبقى 1 بلس 1 كوزاين اكس equals 1. طيب 1 بلس 1 بكام؟ ب2. يبقى 2 كوزاين اكس هتديني كام؟ هتديني 1. طب انا عايزه اجيب ايه بقى دلوقتي؟ عايزه اجيب الكوزاين اكس. كوزاين اكس ينفع اجيبها كده؟ لا، لازق فيها 2. هوديها الناحيه التانية بايه؟ بالديفايدد، لان هي هنا معمول لها تايمز في الكوزاين، فهوديها الناحيه التانية بالديفايدد. يبقى كوزاين اكس هتديني كام؟ هاف. عشان اجيب بقى الاكس، انا عايزه اجيب الاكس، هعمل لها ايه؟ شيفت كوزاين هاف على الكالكوليتور. شيفت كوزاين هاف على الكالكوليتور هتديني ان الاكس ايكوالز كام؟ هتديني ان الاكس ايكوال 60 ديجري. طيب نيجي بقى نتاكد من اجابتنا. انا جبت ان الاكس ايكوال 60 ديجري، كده انا ايه؟ حليت السؤال بتاعي اهو. زين اكس ايكوالز هكتب 60 ديجري وكده يبقى السؤال بتاعي صح. اتاكد منه ازاي؟ هو هنا قايل لي حاجه اتاكد بيها، بيقول لي ان الاكس belongs to الزيرو وال90. هل ال60 between 0 and 90؟ يس، تبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ صح. تمام. قبل ما ابدا في السؤال الثالث، يا ريت اللي مش فاهم اي حاجه يكتب لي في الكومنت وانا برد على كل الاسئله بتاعتكم. وطبعا ما تنسوش تعملوا السبسكرايب علشان يوصل لكم كل الفيديوز بتاعتي. يلا بقى ندخل على السؤال ده. بيقول لي ايه برضو نفس الدرس equal matrix. طيب هو هنا مديني ايه؟ مديني 2 matrices تمام وبينهم equal. طب هعمل ايه برضو؟ هعمل الاولاني equals الاولاني، طبعا 3 equals 3 ونيجاتيف 1 equals نيجاتيف 1. طيب والاكس هتبقى equals كام؟ نيجاتيف 2. هو اصلا عايزني اجيب الاكس والواي واحطهم between two brackets. تمام، يبقى الاكس equals كام؟ اول حاجه هي جبتها وانا ماشيه نيجاتيف 2، ما تعبتش في اي حاجه. جبت ان الاكس equals نيجاتيف 2 وانا ماشيه في طريقي. طيب الاكس واي x times y equals كام؟ equals 8 اهي، الرابعه مع الرابعه. طيب يبقى x y equals 8. ليه بقى؟ لان هو هنا عايزني اجيب الواي، انا جبت الاكس خلاص، اجيب بقى الواي ازاي؟ هشيل الاكس دي واحط مكانها نيجاتيف 2، يبقى نيجاتيف 2 واي equals 8. يبقى الواي بكام؟ هودي النيجاتيف 2 الناحيه التانية بايه؟ بالديفايدد. ليه؟ لان هي معمول لها تايمز في الواي. طيب يبقى 8 ديفايدد نيجاتيف 2 كام؟ بنيجاتيف 4. يبقى الواي ايكوالز كام؟ نيجاتيف 4. ادي الاكس اهي جبتها والواي اهي جبتها. اسكت على كده؟ لا، هو عايزهم كده بالشكل ده، يبقى احطهم له بالشكل اللي هو عايزهم، نيجاتيف 2 وايه ونيجاتيف 4 واقفل البراكت. كده اجابتي اخد عليها الفول مارك 10 من 10. انما كده مش هاخد اي حاجه لو جبت الاكس والواي وسكت، مش هاخد اي حاجه. تمام، كده احنا دخلنا في الدرس التاني اللي هو ايه؟ اللي هو الزيرو ماتريكس. تمام. طيب بيقول لي ايه بقى؟ مديني ماتريكس اللي هي الماتريكس دي كده كلها. تمام، مديها لي بيقول لي ان هي ايكوال 0. دي 0 لما بيبقى مديني كابيتال كده بيبقى مديها لي كابيتال. تمام، وبيبقى مكبر لي الاو. تمام، بتبقى 0. دي اسمها زيرو ماتريكس. تمام، هو هنا كمان بيقول لي وير الاو دي اللي هي الاو كابيتال دي از ا زيرو ماتريكس. تمام، ايه هي شكل اصلا الزيرو ماتريكس؟ ادي انا هكتب الاو ايكوالز، هو قال لي ان هي زيرو ماتريكس. زيرو ماتريكس يعني كلها زيروهات زي كده بالمنظر ده. طبعا هو هنا مديها لي تلاتات فهعملها ايه؟ تلاتات. تمام، 3 باي 3 يعني هعملها 3 باي 3.
طيب then a plus b plus c plus d، هو عايز ال a plus b plus c plus d، يبقى انا هضطر اجيب ايه؟ هضطر اجيب ال a لوحدها وال b لوحدها وال c لوحدها وال d لوحدها واعمل لهم ايه؟ بلس. هجيبهم ازاي؟ مش هو هنا بيقول لي ان دي equals zero matrix، اللي هي دي الماتريكس اللي هو مديها لي دي، بيقول لي ان هي equals الزيرو ماتريكس، يبقى هعمل ايه؟ نفس الحكايه، هعمل الاولاني equals الاولاني، تمام، والتاني equals التاني. طب والتالت؟ اكيد equals التالت. طب والرابع؟ اكيد equals الرابع. يبقى كلهم equals كام؟ زيرو. يبقى دي كمان plus 4 equals 0 وال a over 2 equals 0. طيب هجيبها ازاي بقى؟ تعالوا بقى نشتغل كده واحده واحده. هقول ان ال a plus b equals ايه؟ 0. احنا اتفقنا ان كلهم equals 0. طب انا عندي كده two unknowns، اقدر اجيب واحد فيهم؟ هدور هلاقي ان في ايه لوحدها اهي. ال لوحدها دي مش محتاجين طبعا نقول ان هي equals 0 عشان هي التانية مع التانية اهي equals 0. كده انا عندي ايه؟ اقدر اجيب ال b، يبقى a plus b equals 0 زي ما اتفقنا. يبقى هنا هشيل ال a واحط مكانها ايه؟ 0. يبقى ال b equals كام برضو؟ ال b equals 0. تمام اهي، وال a equals 0. طب ال c؟ يبقى c minus 8 equals كام برضو؟ equals برضو 0. احنا اتفقنا ان اي حاجة من دول equals 0. طيب هعوض بيها ازاي؟ هودي النيجاتيف 8 الناحية التانية، يبقى c equals كام؟ 8. تمام. طب الدي مديني ان الدي بلس 4، هقول ان هي equals كام؟ 0. قلنا اتفقنا ان اي حاجة هتبقى equals 0. طيب دي بلس 4 equals 0، انا عايزة اجيب الدي بس، هعمل ايه؟ هودي الفور الناحية التانية بنيجاتيف 4، يبقى الدي equals نيجاتيف 4. طب انا كده جبت ال A وال B وال C وال D، اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم بلس زي ما هو عايز. هقول ان 0 اللي هي ال A بلس ال B اللي هي ب0 برضو، بلس ال C بكام؟ ب8، بلس ال D بكام؟ بنيجاتيف 4. هيديني كام؟ كل ده هيديني توتال 4، يبقى التوتال بتاعهم equals 4. يبقى انا كده حليت المسألة وجبت 10 over 10. تمام. نيجي بقى للدرس اللي بعده اللي هو السكيلر مالتيبليكيشن. طبعا اللي عايز يفتكر الدرس من اوله لاخره هيدخل على فيديو الماتريكس، هتلاقوه عندي في البلاي ليست بتاعت اولى ثانوي الترم التاني. تعالوا بقى نشوف السكيلر مالتيبليكيشن ده كان بيقول ايه. مديني ان ال A equals 2. تمام. what is 3A؟ 3A يعني ايه؟ يعني هضرب ال 3 في ال 2 في ال 2 بس مش الشكل ده، مش 3 تايمز 2، يعني مش هاجي اعمل كده 3 تايمز 2 واقول ان هي equals 6، لا ده غلط. لا 3 تايمز الايه؟ ال2 ما بين البراكتس دي. تمام. طيب هتديني كام؟ هتديني 6 بتوين برضو البراكتس دي. تمام اهي. يبقى دي 3A. ليه 3A طلعت ب6؟ لان الاي اصلا ب2 اهو هو مديها لي، ف 3 تايمز 2 بكام؟ ب6. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، بيقول ايه بقى؟ مديني ادي الماتريكس اهي، تمام، minus 4x، ماشي، minus 4x equals، مديني ان هي equals الماتريكس دي، وبيقول لي هاتي ايه؟ هاتي الاكس. طب هجيب الاكس ازاي يا عم الحاج؟ هعمل ايه؟ علشان اجيب الاكس لازق فيها النيجاتيف 4، يبقى هاخدها كده مع بعض، هشتغل معاها كانها ايكويشنز عاديه، بس بدل الايكويشن والارقام هحط مكانها ايه؟ ماتريكس. تمام. الماتريكس دي معموله ماينس 4x، وانا عايزه اجيب ايه؟ ال 4x اصلا، مديني ايكوالز ان هي ايكوال ماتريكس دي، يبقى هعمل ايه؟ هودي الماتريكس دي الناحيه التانية بايه؟ بالنيجاتيف. تمام. يبقى نيجاتيف 4x equals، هي دي الماتريكس اللي هي دي اصلا، هنزلها زي ما هي، نيجاتيف 30 نيجاتيف 11 38 نيجاتيف 30. تمام. ماينس، هوديلها دي بقى الناحيه التانية اهي، دي الناحيه التانية هتروح بايه؟ بالماينس. ماينس ايه؟ 2 نيجاتيف 7 6 و6. تمام. هعمل ايه بقى؟ ادي النيجاتيف 4x اهي equals الاولاني ماينس الاولاني، نيجاتيف 30 ماينس 2 هتديني كام؟ هتديني نيجاتيف 32. طيب يبقى كده ايه؟ نيجاتيف 11 ماينس نيجاتيف 7 هتديني كام؟ هتديني نيجاتيف 4. طيب 38 ماينس 6 هتديني كام؟ هتديني 32. تمام. طيب نيجاتيف 30 ماينس 6 هتديني كام؟ هتديني 36. تمام. هتديني نيجاتيف 36. انا كده جبت ايه؟ جبت الماتريكس دي اللي هي ايكوالز كام؟ نيجاتيف 4x. طب انا عايزه اجيب الاكس، هعمل ايه؟ هودي النيجاتيف 4 دي على الماتريكس دي بايه؟ بالديفايدد، لان هي معمول لها هنا تايمز اكس. طب هتديني ايه بقى؟
ادي كده الاكس اللي هي الماتريكس الجديده بقى اللي انا هجيبها equals negative 32 divided negative 4 هتديني كام؟ هتديني 8. negative 4 divided negative 4 هتديني كام؟ هتديني 1. طيب 32 divided negative 4 هتديني كام؟ هتديني negative 8. طيب negative 36 divided negative 4 هتديني كام؟ هتديني 9. ايه بقى اللي انا جبتها دي بقى في الاخر؟ دي الاكس اللي هو اصلا عايزها. هو هنا قال لي هاتي الاكس، فجبت له الماتريكس بتاعت الاكس الجديده اهي 8 1 نيجاتيف 8 9. نشوف اللي بعده. السؤال ده بقى على درس ترانسبوز اوف ماتريكس. الترانسبوز اوف ماتريكس ده في الدرس ده كنا بنعمل ايه؟ كنا بنخلي الرو كولوم. ده كان اسمه رو، كنت بخليه كولوم. تمام، بدل ما هو بالجنب هخليه ايه؟ لتحت. يعني جنب الفور هخلي الفور تحتها. يبقى ده اللي احنا كنا بنعمله في الترانسبوز. طيب تعالوا بقى نشوف المسألة دي بتقول لي ايه. مديني ماتريكس وبيقول لي ان هي ايكوالز الماتريكس دي ترانسبوز. then x equals كام؟ طيب انا هجيب الماتريكس دي الاول ترانسبوز، اللي هي قلنا بدل ما هما بالعرض هنخليهم بالطول. 3 تحتها الفور وال2 تحتها ايه؟ الفور برضه. طيب وبيقول لي ان هي ايكوالز ايه الماتريكس دي؟ هنزل الماتريكس دي زي ما هي 3 2 3x minus 2 4. then x equals كام؟ هو عايز يجيب الاكس اللي هنا. طيب الاكس اللي هنا دي هجيبها ازاي؟ هجيب ان 3x minus 2 equals كام؟ ال4. يبقى 3x equals كام؟ النيجاتيف 2 هوديها الناحية التانية بوزيتيف، يبقى 4 بلس 2. تمام، يبقى 3x equals كام؟ 6. تمام، يبقى الاكس equals كام؟ هودي 3 الناحية التانية بايه؟ بالديفايدد، عشان هي معمول لها تايمز في الاكس، هوديها الناحية التانية بالديفايدد. يبقى 6 ديفايدد 3 بكام؟ ب2. يبقى الاكس equals 2. ده الفاينل ريزلت بتاعي. هكتب هنا 2 وشكرا. نشوف اللي بعده. مديني بقى الماتريكس اللي هي الكبيرة قوي دي، وبيقول لي ايه؟ عايز الاكس ماينس واي بلس زد. تمام، بس بيقول لي ان دي سيمتريك ماتريكس. تعالوا نفتكر كده شكل السيمتريك ماتريكس. انا عامله لكم العلامه اهي بالاحمر، بس اللي هي كان بيبقى فاصل بينهم كده، واي واحده واللي هنا ايكوالز اللي هنا، وايه واللي هنا كانت ايكوالز اللي هنا، والتالتة كانت ايكوالز التالتة. تمام، ده كان بيبقى شكلها. تعالوا نمثلها هنا كده عندنا في الماتريكس اللي هو مديها لي. انا عملت الفاصل اهو، ودي هتبقى ايكوالز ايه؟ تبقى ايكوالز نيجاتيف 5y. تمام، ودي هتبقى ايكوالز اللي قصادها اهي، والنيجاتيف 12 هتبقى ايكوالز ايه؟ الزد ماينس 3. اول واحده احنا قلنا اهي الواي ماينس 12 ايكوالز كام؟ نيجاتيف 5y. اقدر ان انا اجيب الواي؟ اقدر طبعا. ازاي؟ هجمع الوايات مع بعض، دي فيها واي ودي فيها واي، يبقى الواي بلس 5y ايكوالز كام؟ هودي ال12 الناحيه التانية. انا جبت دي هنا ووديت ال12 الناحيه التانية 12. تمام، هوديها بالبوزيتيف لان هي هنا نيجاتيف. طيب هعمل ايه بقى؟ y بلس 5y بكام؟ 6y equals 12. يبقى ال y equals كام؟ هودي 6 ناحية ال 12 بالديفايدد، يبقى 12 divided 6 بكام؟ ب 2. يبقى ال y equals 2. نجيب ايه اللي بعدها؟ اللي بعدها اللي هي ايه؟ نيجاتيف 2 minus 3x. اتفقنا ان دي equals كام؟ اللي قصادها اللي هي 6 بلس x. هجمع الاكسات مع بعض. طيب انا عندي هنا نيجاتيف 3x اهي، هودي لها الاكس الناحيه التانية بالنيجاتيف عشان هي بالبوزيتيف. طيب ايكوالز، والارقام في ناحيه لوحدها. ال6 اهي هنزلها زي ما هي وهودي لها ايه؟ النيجاتيف 2 بالبوزيتيف. النيجاتيف 2 اللي هي دي هوديها لها بالبوزيتيف، يبقى بوزيتيف 2. جبنا الارقام لوحدها وايه والاكسات لوحدها. طيب هنيجي هنا، يبقى نيجاتيف 3 ماينس 1 بكام؟ بنيجاتيف 4، وهنزل الاكس زي ما هي ايكوالز 6 بلس 2 ب 8. يبقى الاكس ايكوالز كام؟ 8 ديفايدد نيجاتيف 4. انا وديت النيجاتيف 4 الناحيه التانية بالديفايدد، هتديني كام؟ هتديني نيجاتيف 2. يبقى انا كده جبت ايه؟ جبت الاكس كمان. طيب ناقص لي ايه؟ ناقص لي الزد. هجيبها ازاي؟ زد ماينس 3 ايكوالز كام؟ اللي قصادها نيجاتيف 12. تمام، هعمل ايه عشان اجيب الزد؟ بس هودي ال3 الناحيه التانية بالبوزيتيف، يبقى نيجاتيف 12 بلس 3 هتديني كام؟ هتديني نيجاتيف 9. طيب انا كده بقى جبت ايه؟ الزد كمان اهي طلعت بنيجاتيف 9. هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم زي ما هما قالوا x ماينس y بلس z زي ما هو عايز، هجيب له اللي هو عايزه. طيب الاكس بكام؟ بنيجاتيف 2 ماينس الواي بكام؟ ماينس 2 بلس الزد بكام؟ بنيجاتيف 9. يبقى نيجاتيف 9 ماينس 9 او بلس نيجاتيف 9 مش فارقه، ايكوال هتدي نيجاتيف 13.
نيجي بقى للدرس ده اللي هو الاديشن اند سبتراكشن اوف ماتريكس. طيب هو هنا مديني ماتريكس A تمام وماتريكس B وماتريكس C وبيقول لي ان A minus 2B equals 3C. طيب انا كده استفدت ايه؟ هشتغل على اللي هو قال لي عليها اللي هي دي اللي هي A minus 2B equals 3C. دي اللي هتخليني ان انا احل المسألة كلها. طيب ادي كده انا كتبتها. اعمل ايه بقى؟ هشيل A واحط مكانها الماتريكس بتاعتها دي كده في X 2 negative Y plus 1 تمام. ماينس هينزل زي ما هو، ال2 هتنزل زي ما هي، البي هشيلها واحط مكانها ايه الماتريكس بتاعتها اللي هي نيجاتيف 2 0 3 5 تمام. ايكوالز هتنزل زي ما هي، ال3 هنزلها زي ما هي برضو، السي هحط مكانها الماتريكس اللي هي 2 over 3 نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 تمام. طيب هعمل ايه بقى؟ هاجي عند ال2 والماتريكس هضربها في بعض تمام، لان دي ماتريكس مضروبه في رقم، ونفس الحكايه في ال3. طيب هعمل ايه بقى؟ هبدا بالماتريكس اللي هي ال3 هضربها في الايه في الماتريكس 3 في 2 ب 6 3 تايمز 2 over 3 ب 2 3 تايمز نيجاتيف 3 بنيجاتيف 9 3 تايمز نيجاتيف 2 بنيجاتيف 6. طيب نيجي بقى نشوف اللي بعدها. ال2 هدخلها على الماتريكس التانية، نيجاتيف 2 في نيجاتيف 2 بكام؟ ب4 تمام، لان انا خدت نيجاتيف 2 كلها، ونيجاتيف 2 في 0 ب0 ونيجاتيف 2 ملتبلاي 3 بنيجاتيف 6 ونيجاتيف 2 ملتبلاي 5 بنيجاتيف 10 تمام. وهشيل النيجاتيف 2 واخليها بوزيتيف تمام، لان انا خلاص دخلتها على البراكت. واكمل بقى هنزل الماتريكس ايه زي ما هي نيجاتيف x 2 نيجاتيف y بلس 1. طيب انا عايزه اجيب ايه؟ عايزه اجيب الاكس واي اهي. هو بيقول لي عايز الاكس واي ايكوالز كام؟ يعني اكس مضروبه في واي ملتبلاي واي تمام. طيب هجيبهم ازاي؟ طبعا الاكس والواي دول اللي هما في ماتريكس ايه اللي هي دي. طيب هعمل ايه؟ هودي الماتريكس بي الناحيه التانية جنب الماتريكس سي، يبقى كده نيجاتيف اكس 2 نيجاتيف واي بلس 1 هتنزل زي ما هي ايكوالز. هودي بقى الماتريكس اللي جنبها الناحيه التانية بايه؟ بالنيجاتيف، لان هي هنا بالبوزيتيف. يبقى هنزل ماتريكس سي زي ما هي تمام، وهوديلها ماتريكس بي بالنيجاتيف اهي 4 0 نيجاتيف 6 نيجاتيف 10. طيب انا عايزه اجيب الاكس، هعمل ايه؟ الاكس اللي هي دي اول واحده هعمل ايه؟ ال6 اللي هي اول واحده في ماتريكس بي في ماتريكس سي ماينس اول واحده في ماتريكس بي تمام. طيب عايزه اجيب الواي اللي هي النيجاتيف واي اللي هنا دي، هعمل ايه؟ التالتة ماينس التالتة تمام. احسبهم على الكالكوليتر وشوفي هيطلعوا كام. المفروض الفاينل ريزلت هيطلع معاكم اكس واي ايكوالز نيجاتيف 6 تمام. ده الفاينل ريزلت بتاعي، وده المفروض يطلع معاكم بعد ما تحسبوها على الكالكوليتر. تعالوا نشوف اللي بعده. نيجي بقى لاخر درس من دروس الوحده الاولى اللي هو الماتريكس مالتيبليكيشن. هو ارخم درس في الوحده دي، بس لما تفهموها هتلاقوه سهل جدا. وبرده هفكركم بالسبسكرايب ما تنسوهوش علشان تتابعوني وتتابعوا فيديوهاتي. يلا نكمل. بيقول لي ايه بقى؟ مديني مساله ومديني ماتريكس دي معمول لها تايمز في الماتريكس دي بلس الماتريكس دي، ادتني ايه؟ الماتريكس دي. طيب انا عايزه اعمل ايه؟ همشي ستيب باي ستيب. دلوقتي هو مديني التو ماتريسيز دول معمول لهم مالتيبليكيشن في بعض. هعمل ايه؟ هجيب الريزلت بتاعهم. كنا بنعمل ايه في المالتيبليكيشن؟ كنا بنعمل الرو اول رو في اول كولوم وبنحط الريزلت بتاعه في اول واحده، صح ولا لا؟ تعالوا نشوف قصدي كده اللي انا بقوله ده هيمشي ازاي. 2 في A بكام؟ ب 2A بلس 4 في C 4C تمام، وحطيتها في ايه؟ في اول مكان تمام. ماشي، تعالوا ندخل على التاني. المكان التاني ده بيبقى عبارة عن ايه؟ اول رو اللي هو ال2 وال4 في تاني كولوم تمام، اللي هي البي والدي. طيب تعالوا نشوف ازاي برضو. ال2 في البي بكام؟ ب2B بلس ال4 في الدي بكام؟ ب4D. كده جبنا تاني مكان. طيب تالت مكان بقى بيبقى عبارة عن ايه؟ تالت مكان اللي هو ده بيبقى عبارة عن تاني رو في اول كولوم تمام. تاني رو في اول كولوم اللي هي الزيرو والوان والاي والسي. طيب تعالوا برضو نشوف ازاي. زيرو في A بكام؟ بزيرو بلس 1 في C ب1C تمام. طيب المكان الرابع ده عبارة عن ايه؟ تاني رو في تاني كولوم اللي هو الزيرو تايمز B بكام؟ بزيرو بلس 1 في D بكام؟ ب1D. طيب هعمل ايه بعد كده؟ هنزل الماتريكس زي ما هي.
طبعا مش هننسى البلس، وبعد كده ننزل الماتريكس بتاعتنا زي ما هي 2 3 5 9 وايه، والايكوال والماتريكس اللي بعدها هتنزل زي ما هي 4 7 5 6. تمام، اللي هي الماتريكس دي. طيب انا عايزاها تبقى لوحدها، فهعمل ايه؟ هودي الماتريكس اللي جنبها دي الناحيه التانية جنب اختها بايه؟ دي بالبوزيتيف، فهوديها الناحيه التانية بايه؟ بالنيجاتيف. طيب هبدا بقى انزل ال 2a بلس 4c وال 2b بلس 4d، وهحط بقى على طول c و d لان الزيرو وال1 ملهمش اي لازمه. طيب وبعد كده هنزل الماتريكس اللي هي 4 7 5 6 هنزلها زي ما هي. تمام، عشان مش هلعب في اي حاجه. وهوديلها الماتريكس اللي الناحيه التانية اللي هي بالنيجاتيف 2 3 5 9. وطبعا هبدا بالسي والدي اللي هم اسهل اتنين. طيب السي هتديني كام؟ 5. تمام، ماينس ال5. ليه؟ لان هي مكانها رقم 3، فهتديني التالت ماينس التالت، يبقى السي ايكوالز 5 ماينس 5 ايكوالز 0. طيب والدي ايكوالز 6 ماينس 9. تمام، المكان الرابع ماينس المكان الرابع، يبقى 6 ماينس 9 هيديني كام؟ بنيجاتيف 3. طيب انا دلوقتي هبتدي ان انا اعمل ايه؟ عايزه اجيب ال 2a بلس 4c، وعايزه اجيب كمان ال 2b بلس 4d. طيب 2a بلس 4c هتديني كام؟ هتديني 4 ماينس 2. انا هقف انا لغايه هنا، انا جبت السي والدي، وانتوا بقى المفروض تجيبوا الاي والبي وتقولي لي طلعوا بكام. ومش بس كده، هتجيبوا كمان a بلس b بلس c بلس d اللي هو اصلا عايزها في المساله، وتكتبوا لي جبتهم بكام. تمام، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وما تنسوش تعملوا السبسكرايب واللايك علشان يوصل لكم الفيديو بتاع مراجعه الوحده الثانيه باذن الله. باي باي.